أنا حسن، عندي 32 سنة. مش من الناس اللي بتخاف بسهولة، بالعكس. طول عمري بقول إن كل حكايات الجن والعفاريت مجرد خرافات. بس اللي حصل خلاني أغير رأيي تماما. الموضوع بدأ يوم وفاة أبويا، الله يرحمه. كان راجل طيب، كنا قريبين لبعض جدا. وأول مرة في حياتي كنت أدخل مدافن العيلة كان يوم دفنه. المدافن كانت قديمة، وكانت في منطقة معزولة لأنها كانت في البلد، والشوارع حواليها كانت كلها ضلمة. حتى أعمدة النور كان فيها يا إما مكسور يا إما مطفي يا إما منور نور أصفر باهت يخليك تحس إنك في فيلم رعب. الجو كان بارد رغم إننا كنا في الصيف. البرودة دي كانت غريبة، كأنها جاية من تحت الأرض مش من الجو. وللأسف اضطرينا إن احنا ندفنه بالليل يومها. بعد ما خلصنا الدفن، الناس